السلام عليكم، اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم حسام ورجعت لكم بفيديو جديد. بصراحه كده مش هكدب عليكم، احنا في فتره امتحانات وانا بحاول اهرب من المذاكره، اعمل حاجات تانية زي ان انا اضيع وقتي على الموبايل. وبعد ما كنت اتحسنت في موضوع ان انا بقى يعني بظبط مذاكرتي وابعد عن الموبايل شويه، رجعت بقالي كام يوم عماله اضيع وقتي على الموبايل، خصوصا اليوتيوب. مش عارفه ليه، فكره انه بسبب ده بقيت بصدع جدا. قررت اعمل الفيديو ده عشان اشجع نفسي واشجعكم ان احنا نبعد عن الموبايل شويه ونخلص المذاكره اللي علينا، في نفس الوقت علشان ما نكونش بنكبت نفسنا، نعمل كمان أنشطة تانية تشجعنا شوية أو اللي هو تسلينا خلال فترة الامتحانات، عشان برضو يعني فترة الامتحانات ما نكونش ضغط علينا قوي. فعلا من كام يوم كنت زهقانة شوية من المذاكرة، فقلت أرسم. قعدت رسمت ولونت رسمة تحفة بالنسبة لي، كنت مستمتعة جدا وأنا بعملها. فده السبب اللي خلاني حسيت إنه ما هو في حاجات تانية بتخليني مستمتعة غير الموبايل ممكن أعملها خلال الامتحانات، وما كنتش برضو إن أنا ضغطت على نفسي. أنا عندي امتحان بكرة، ففي خلال الفيديو هشارككم ليلة الامتحان وأنا بظبط المذاكره اللي ورايا، في نفس الوقت اعمل انشطه في البريكات اللي ما بين المذاكره دي تخليني حاسه باستمتاع شويه، اللي هو تجدد طاقتي، وفي نفس الوقت اكون بعدت عن الموبايل علشان برضو بيخليني اصدع، وكمان يعني بحس اللي هو انا مش مستمتعه برضو طول ما انا قاعده مده طويله على الموبايل كده. المهم بالنسبه لي ان انا استمتع شويه علشان ما اكونش مضغوطه بسبب الامتحانات. فاتمنى تستمتعوا بالفيديو، وانتوا كمان ممكن تعملوا التجربه دي معايا، ان انتوا تبعدوا عن الموبايل شويه وتشوفوا حاجات تانية ممكن تسليكوا فعلا وتحاولوا تعملوها. فاتمنى تستمتعوا بالفيديو، ولو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. صباح الخير. صحيت في اليوم ده على الساعة 9:30 الصبح، وبعد كده رحت غسلت وشي بالغسول وغسلت اسناني، وبعد كده اتوضيت ورحت الأوضة تاني علشان أفتح شبابيك الأوضة والبلكونة، ففتحت الشباك. وأكيد بعد ما بنصحى السرير بيبقى متبهدل خالص، فرتبت السرير بتاعي. وبعد كده فتحت البلكونة، وبحب قوي شكل السما لما بيكون فيها سحب كده، فلما شفت الشكل ده اتبسطت يعني. وبعدين صليت ركعتين الضحى، وبشجعكم انتوا كمان تصلوا الضحى الصبح علشان تاخدوا ثوابها. وبعد كده رُحت حضّرت الفطار ليّا، عملت ساندوتش ده ماما بتعمل لي كايزر في البيت كده بدقيق أسمر تقريبًا، بيكون يعني عيش صحّي وبيشبّع أوي، فبقيت مستمتعة لمّا بافطر بيه يعني. بس وعملت معاه حاجة سخنة علشان كنت عايزة أشرب حاجة سخنة، وبعدين قرأت أذكار الصباح علشان ما انساهاش، وباقرأها من على برنامج أذكار المسلم. ولمّا خلّصت فطار بدأت أكتب الto do list بتاعة الحاجات اللي أنا عايزة أعملها خلال اليوم، ودي حاجة باعملها في بداية اليوم علشان ما انساش حاجة من اللي ورايا يعني. وجه وقت إن أنا أذاكر، فحطيت الحاجات اللي أنا هاذاكرها وشغّلت timer علشان دي الطريقة الوحيدة اللي بتنفع معايا الفترة دي، مع العلم أصلًا إن أنا خلّصت امتحانات، بس الفيديو ده متصوّر لكم وأنا في ليلة امتحان يعني. المهم قعدت أذاكر شوية، والمادة دي كان فاضل لي فيها حاجة بسيطة وبعد كده هاحل وأكون خلّصتها خلاص يعني، كان اليوم اللي قبل الامتحان وكان المادة قبلها أيام كتير، فكنت خلّصتها. فقعدت أذاكر آخر جزء فيها، ولمّا خلّصته بدأت بقى أحل أسئلة عليها، والصراحة اكتشفت إن فعلًا الحل باكون مستمتعة بيه أكتر بكتير من المذاكرة نفسها يعني. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وعلى الساعة 11:30 كده كنت خلّصت مذاكرة وحل الأسئلة اللي أنا كنت المفروض أحلها. كان عندي تصوير كذا حاجة فلسه مخلّصة، فهاخد break شوية كده وممكن أنام شوية مش عارفة، وبعد كده هارجع تاني إن أنا أكمّل المذاكرة. بسبب الامتحانات مش عارفة هتشوفوا الفيديو ده إمتى، يعني هالحق أخلّصه والّا لأ قبل العيد، بس أنا باصوّره قبل العيد بأسبوع تقريبًا، فأتمنى ألحق أخلّصه قبل العيد. فأيًا يكن بتشوفوا الفيديو إمتى، كل سنة وأنتم طيبين وعيد مبارك عليكم يا رب. وطبعًا ما لحقتش أخلّص الفيديو قبل العيد، فأنتم بتشوفوه بعد ما خلّصت امتحانات. وبعد الجزء ده صليت الضهر وكنت مرهقة فنمت شوية، ولمّا صحيت كنت جعانة فكلت ساندوتش وكنت عايزة أشرب حاجة ساقعة علشان الجو كان حَر شوية، فعملت iced coffee وشربته معاه. وبعد كده قعدت أصحّح إجابات الأسئلة اللي أنا كنت حليتها في نفس اليوم الصبح يعني، والحمد لله كان معظم الأسئلة حليتها صح. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وبعد ما خلّصت جِبت حاجة المادة اللي بعدها وقعدت أذاكر فيها شوية، لإن المادة دي كانت صعبة والأيام اللي كانت قبلها ما كانتش كتير، على عكس المادة اللي كان صباح امتحانها كانت أصلًا قبلها كذا يوم، وهي أصلًا مادة سهلة فممكن تتلَم أصلًا في يوم واحد، وأنا كنت فعلًا ذاكرتها قبلها يعني. بس فاضطريت إن أنا أذاكر المادة الأصعب قبل المادة الأسهل، فاهمين؟
فقعدت أذاكر فيها شوية علشان أكون سهّلت عليّا شوية المذاكرة بتاعتها بدل ما أتضغط يعني في ليالي امتحانها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا كان فاضل 10 دقايق في التايمر، بس أنا كنت خلّصت جزئية المذاكرة اللي أنا كنت باذاكرها، وكنت عايزة بقى أعمل أي حاجة ترفيهية عشان كنت خلاص زهقت من المذاكرة، فشغّلت كرتون وقعدت أتفرّج عليه عادي جدًا. وبرغم إنها ليلة امتحان، بس أنا كنت خلاص خلّصت المادة اللي ورايا، وحتى المادة اللي بعدها دخلت عليها مضطرة علشان كان الأيام اللي قبلها قليلة زي ما قُلت، فكنت محتاجة أفرفش نفسي لإن باجي في نُص الامتحانات كده أو في آخرها باحس اللي هو خلاص أنا مش قادرة أذاكر تاني ومش عايزة أذاكر، فلازم أفصل بأي حاجة علشان أعرف أذاكر تاني. وكان عندنا آيس كريم فأكلته وأنا باتفرج على الكرتون. وكنت عايزة أقرأ شوية، وساعتها كنت باقرأ في الرواية دي من سلسلة رجل المستحيل، فقعدت أقرأ فيها شوية، كنت واقفة عند صفحة 42 فقرأت فيها لحد ما خلّصتها وأنا قاعدة من غير ما أحس لإنها أصلًا صغيرة، فهنا كنت خلاص خلّصتها، وبكده تكون انضمت لمكتبتي مع باقي الأعداد اللي أنا خلّصتها. وكنت حاسة إن أنا عايزة أرسم أي حاجة، بس في نفس الوقت أنا مكسلة، ففي نوع كده بارسمه لمّا باكون زهقانة يعني، بس في نفس الوقت مش قادرة أرسم، بيكون زي نوع كده رسم علشان نخرّج بيه الطاقة السلبية أو نرتّب أفكارنا، مش عارفة بس هو بيكون زي خطوط كده، فقعدت بس أعمل خطوط كده على أشكال معيّنة، والموضوع ده لطيف يعني علشان باحس إن أنا بارتّب أفكاري وأنا بارسم في نفس الوقت. وده كان شكلها بعد ما خلّصت، كان ناقص بس إن أنا أكتب التاريخ بتاع الرسمة يعني، فكتبت التاريخ كده في جزء في نُص الرسمة. وهنا كنت اتحمست أرسم أي حاجة تانية، بس في نفس الوقت أنا كنت مكسلة أرسم رسمة كبيرة يعني، ففي نفس النوتة قلبت الصفحة بس وبريت الألوان اللي أنا كنت عايزة أرسم بيها، ورسمت رسمة كده بألوان زرقا بس، زي حوت كده، وأنا حاسة إن أنا بقيت حابة الرسومات أوي اللي بتكون باللون الأزرق أو بحاجات شخصيات البحر مثلًا، حاجات زي كده، حتى الرسمة اللي رسمتها من كام يوم كانت نفس الأشكال يعتبر، وهي اللي حمستني إن أنا أرسم الرسمة دي. فبس قعدت أرسم فيها وألونها يعني لحد ما خلصتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو انتوا بتحبوا الرسم قولوا لي ايه اكتر نوع رسم بتحبوه. انا اكتر حاجه بحبها يعتبر الرسم بالالوان المائيه او تلوين بالوان مائيه ورسم المانديلا. حاليا دول اكتر حاجات بحبها، وبدات احب التلوين بالخشب شويه يعني. وبعد ما خلصت الرسمه الصغيره دي زودت حواليها اضافات كده وبكده اكون خلصتها. والحقيقه ما بقاش يفرق معايا انا رسمه رسمه ولا لا، المهم ان انا استمتعت وانا بعملها ولا لا. وفعلا بلاقي نفسي مستمتعه وانا بلون، يعني اكتشفت ان انا ما بقتش بحب الرسم زي ما انا بحب التلوين. وهنا كنت خلّصت وده كان شكلها، فاكتبوا لي حبيتوها والّا لأ، وكتبت تحتها بس التاريخ بتاعها، وبس كده ده كان شكلها. وحاسة إن أنا بقيت مغرمة بالكائنات البحرية أو الرسمات بتاعتها بجد. وفي آخر اليوم جبت المصحف وقعدت أحفظ شوية علشان كان عندي حلقة بعد كام يوم، فكنت محتاجة أحفظ الوِرد اللي أنا باحفظه يعني، فقعدت أحفظ شوية. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتشوفوه. وفي اخر الفيديو كده عايزه افكر نفسي وافكركم ان احنا ما نقساش على نفسنا قوي، لان اوقات بنكون احنا اصلا مضغوطين وبنقعد عقلنا يوهمنا ان احنا مضغوطين اكتر من الضغط اللي احنا فيه مثلا، او بقى نقعد نأنب ضميرنا لو ضيعنا شويه وقت او عملنا اي حاجه بعيده عن المذاكره مثلا. فاكتشفت مؤخرا انه المهم ان احنا نكون مستمتعين بالرحله ايا يكن عملنا ايه. فاكيد طبعا نحاول نظبط مذاكرتنا، بس احنا برضو في اوقات كتير بنضيعها على الموبايل، الفكره ان احنا مش بنكون مستمتعين.
فلو فكرنا نبدل الموبايل، بدل ما احنا في البريكات مثلا بنقعد نمسكه وخلاص ونقلب وخلاص من غير ما نكون مستمتعين ولا مستفيدين حاجه، لو حطينا لستة كده بحاجات ممكن نعملها خلال البريكات اللي هو مسليه وخفيفه كده وفي نفس الوقت تخلينا مستمتعين، دي حاجه ممكن تجدد طاقتنا. فجربوا انتوا كمان اعملوا كده، وهستنى لو عملتوا اي حاجه ابداعيه زي كده تبعتوا لي صورتها. واتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو، واتمنى لكم بجد ان انتوا ربنا يوفقكم في امتحاناتكم كلها يا رب. فبس كده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.